السنغال اللعبة الشعبية الأولى عندهم كانت لسنوات كرة السلة. أعوام 70 و80 وقت التيرانجا كانوا 5 مرات أبطال إفريقيا. كان عشقهم الأول هي الباسكت، ونتذكر جيدا في قصاصة أحتفظ بها في أرشيف الرياضي في أفرو باسكيت تونس 87. الرئيس عبدو ضيوف كان خصص طائرة رئاسية ل3 ملاعبية سنغاليين في أمريكا يلعبوا في الام بي باش يجيوا للأفرو باسكت في تونس. السنغال وقتها كملت السادسة، خسروا الترتيبي مع تونس، هذا وقت السادسين وبعثين لهم طائرة خاصة باش تعرفوا قيمة الباسكيت في أسود التيرانجا. السنغال والرئيس عبدو ضيوف الرياضي من أعلى طراز كان تقريب أول واحد هنأ المنتخب التونسي في تألقه في 78 في الأرجنتين. عبدو ضيوف عمل تصريح وقتها. ترجع كرة للفريق السنغالي. تقريبا 20 سنة يحكم، يعني في الفترة مال الرئيس الأسبق اللي كان تونس في الأرجنتين 78. عبدو ضيوف شد 80 81 في الثمانينات. على كل حال تو مدخلنا في عبدو. العب يا عبدو، العب يا عبدو، امشي يا عبدو، حطها يا عبدو، الثاني يا عبدو، ساديو. وضاعت الكرة من ساديو ماني، ضاعت الكرة على السنغال. محاولة خطيرة طبعا. الآن الفارق العددي باش يصنع الفارق تاع الإقصاء باش يأثر، لأنه يعني هجوميا السنغال ماهيش تونس. هنا باش يظهر بوضوح أن الفريق السنغالي باش يستثمر 10 ضد 11، فما شك. ايه عبدو ضيوف في الثمانينات كان ليوبول سينغور اللي نحكي عليه، اللي كان تصريح وقتها هن تونس بالفوز الافريقي العربي الاول في 78. والمعلومه كي توصل لازم تكون بالاسم وبالصحيح. هذه الاجواء هنا في ملعب المباراه، اجواء كبيره لجماهير اسود التيرانجا. السنغال تتقدم 1-0 ويلعبوا 11 ضد 10. مش يلعبوا برشا مرتاحين ونراهم فازوا خلاص، مش بصيغه المستقبل سيفوز السنغال، لا فاز خلاص بصيغه الماضي ونحن في الحاضر. خلاص فازت السنغال. أجواء كبيرة في ملاعب المغرب، بطولة ستغادرنا من أيام وبعد أيام، ولو أن المغرب ستحتضن بداية من شهر الربيع مارس بعد شهرين وشوية تقريبا كأس أفريقيا للسيدات. نيجيريا هي البطلة والمغرب هي الوصيفة. طبعا البنية التحتية والملاعب العالمية تخول المغرب أنها تنظم هذه المحافل الكبيرة، لحد أنه الآن نتحدث عن إمكانية تنظيم كأس أفريقيا 28 مرة أخرى. مصر أعلنت نواياها، الجزائر أيضا تبدي رغبتها، والكان القادمة أوغندا كينيا تنزانيا، وبعد أكيد ستعود للحضن العربي. أما بابي تياو سيعود إلى حضن حجرات الملابس وهو متقدم بفضل دياي.